من هذا المسجد القديم، مسجد سيدنا عمر بن الخطاب العمري في مدينة عمان، نناشد الجيش العربي السوري كل يوم صباح ومساء أن ينضم لهذه الثورة للدفاع عن شعبه، للانشقاق عن هذا النظام المجرم، أن يلتحق هذا الجيش للدفاع عن أطفال سوريا، عن أعراض سوريا، عن الشعب السوري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله والنصر قريب بعونه تعالى. رسالة محبة، رسالة إلى الجيش العربي السوري، صرخة أولاد الشهداء، زوجات الشهداء، أمهات الشهداء، آباء الشهداء. نشرة الأخبار لهذا اليوم: 37 شهيد في سوريا في كل المناطق المحاصرة التي تقصف بالليل وفي النهار، في الجيزة، في بصرى الحرير، في طفس، في المزة، في الرستن، في باب عمرو، في حماة، في إدلب، في كل سوريا الجريحة، سوريا التي تناديكم وتستغيث بكم لحماية هذا الشعب، للدفاع عن أعراض هذا الشعب، عن أطفال هذا الشعب، عن حرية هذا الشعب، عن كرامة هذا. نحن نعلم أنه غرر بكم وكذب عليكم بأن هناك عصابات مسلحة، مندسين، إرهابيين، وأنتم نظرتم بأعينكم لا يوجد إلا متظاهرين سلميين ينادون بالحرية والكرامة، ولا يحملون إلا أغصان الزيتون، إلا أغصان الزيتون. أيها العسكري، أيها الضابط، أيها المجند، عندما تقتحم بلدة وتحاصرها بالدبابات وبالآليات، عندما تقتل وتنتهك الأعراض وتسرق البيوت، تذكر بيتك، تذكر أولادك، تذكر زوجتك، تذكر كل شيء في بيتك. ألهذا أنتم موجودون لحماية من؟ عمن تدافعون؟ بالله عليكم عمن تدافعون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد النداء من المساجد أخبرونا على ما يجري في سوريا من قتل وتدمير وانتهاك الأعراض وقتل الأطفال والنساء، وكان النظام يغرر بنا ويكذب علينا بوجود عصابات مسلحة ومندسين وإرهابيين، بل رأينا المتظاهرين سلميين يطالبون بالحرية والكرامة. أناشد جميع زملائي بالجيش العربي السوري بالانشقاق عن هذا النظام الأسدي. الله أكبر. الله أكبر.